الأخير، وقد تكون آراء غريبة عن عادات المجتمع، وقد يتلقى كثير من الصدمات والانتقادات الشديدة جدا جدا. لكن المتبحر في إلهام عجينة يجد أنه ثابت، يجد أنه عنده من القوة النفسية ما تمكنه من مواجهة الصدمات، وده يخلينا نقول ان احنا قدام راجل قوي، وقدام راجل دولة، وراجل قادر على استيعاب كل الامور، وقادر على الدفاع عن افكاره ومعتقداته حتى لو كنت انت مختلف معاه. دي واحد. النقطة الثانية، وده احترام وتقدير بالنسبة لي، لان كل شيء عندنا شخصيا له تقدير. ديت ونقاط تانية عاوزين نتكلم فيها. أول سؤال أنا عاوز أسأله لك، إلهام عجينة مع حفظ الألقاب طبعا، واحد حقق كل حاجة، نائب حقق كل حاجة، رجل أعمال ناجح، ما شاء الله ميسور الحال، عضو لجنة، عضو مجلس نواب 3 دورات، ناجح، مش محتاج حاجة. متخصص ومدرب تدريب جيدا على شغل الإعلام وليس الإعلان، شغل إعلام محترف، ومن خلال عملك في دولة الإمارات وفي نفس المجال. ده شرف لي. أما أنت بتسأل سؤال جميل جدا. أنا مترشح ليه؟ مدرس عايز يبقى ناجح، الفلاح في غيطه عايز يبقى ناجح. إذا النجاح هو الغاية وليس الوسيلة. أنت ناجح. النجاح ده ليس له حد أقصى. كل ما بتنجح في مرحلة عايز تنجح في المرحلة اللي بعدها. أحد الطلبة إن أنا أشارك في الحياة العامة، استهواني هذا الأمر. فكان في البداية كنت أجهل حاجات كتير، ويعني لا يعني مش هبقى كذاب لو قلت لك إن أنا سافرت اصلا عشان اجيب وانت جاي. يعني بدات اول مره زي اي شاب راح هولندا او راح اوروبا، بدا من غسيل اطباق وانت جاي، ونمنا على الرصيفه، واشتغلت في شركه مقاولات عامل، اتعلمت اللغه الهولنديه والانجليزيه طبعا، لان كنت رايح من هنا مفيش لغه. المهم الحمد لله ربنا كرمني واجتهدت وعملت شركه، والشركه بقت شركتين وبقت 3، ثم بقى عندي شركه قبضه، والحمد لله وسلمت الجيل اللي بعد مني اللي هم ترشحت في الانتخابات، بترشح في الانتخابات. ما انا جاي لك اهو، ما انا ده ردا على سؤال سعادتك. فنجحت، جيت وترشحت سنه 2000. استبعدت قبل الانتخابات بليله واحده، ما دخلتش الانتخابات لحصولي، او المره الرابعه اللي هي الاخيره دي دخلت اعاده. وده في حد ذاته شهاده من اهل دايرتي ومن الناس ان انا راجل ناجح، بدليل. وانا عايز اقول لاخواتي والاصدقائي والزملاء اللي ناويين يترشحوا، اذا كنت مترشح عشان تبقى نائب، انت هتبقى نائب فاشل. إذا كنت حابب العمل العام وحابب تنجح فيه، لمصداقيتي مع الناس النهارده، انا جاي لك النهارده ومعايا شهاده، الشهاده دي شهاده خبره زي ما بيقولوا. انا لو ترشحت اول مره وضحكت على الناس ونجحت، وما خدمتش الناس وما وقفتش مع الناس، والناس شافت انا ده اقصى حاجه كان اقصى طموح ليا ده. لا، انا داخل الانتخابات اللي جايه، وده سؤالك المباشر بقى، رد مباشر اهو، بس كان لازم تمهيدا للسؤال ده اقول انا ايه خبراتي. انا داخل الانتخابات اللي جايه عايز احقق نسعى، انا عايز ابقى راجل ناجح في المجتمع اللي انا عايش فيه، والناس كلها شهاده من الناس. الشهاده بتاعتي ما باخدهاش لا من جامعه ولا من مدرسه، ده انا باخدها من خلال ارضاء الناس. نائب سابق، كنت 3 دورات ونائب سابق، لما يبقوا 4 هبقى نائب سابق، لما يبقوا 10 هبقى نائب سابق. في يوم من الايام هموت، الله يرحمه كان عايز دي ان انا بعد ولادي ولعيلتي ولدايرتي
فده النجاح. اذا انت تهدف الى النجاح وتحقيق اعلى جوده في النجاح. بالظبط كده. لان انت حققت طموحك وبالتالي محتاج لكن اسمع عنه. لكن انا عندي موقفين، والله انا بتكلم بعفويه وما عنديش اي حاجه، ما عنديش اي هدف والله. انا انتمائي، انا دمي فايز زكي، لكن النائب الوحيد، وده مش تبديد في حضرتك ولكن دي شهاده حق قدام ربنا، واتمنى من كل الناس تقول الحق. الناس لما جيت في 5 سنين، لا هو تقدير لنفسي واحترام لنفسي. انا بعد نتيجه الجوله اللي فاتت طلعت شكرت كل الجهات. انا كنت هتكلم كده. يعني انا الحديث ده بعد النجاح، بعد الانتخابات، طلعت شكرت اجهزه الدوله اللي شاركت واشرفت على العمليه الانتخابيه. طب ممكن اقول انا الحته دي؟ وانا شخصيا كواحد متابع ماليش الا اللي بشوفه، لان ليا دماغي ما بقدرهاش لحد. فبقول ان المهندس الهامي يعبر عن سياسي محترم او خصم شريف يحترم الناس، واتمنى ان دي تكون العلاقه المثاليه ما بين المرشحين وما بين النواب. اللي تعبر الموقف ده يعبر عن، انا مش عايز عشان امدح فيك ولا حاجه والله، بس انا بتكلم انا من وجهه نظري راجل كبير قيمه وطعم. العلاقه ما بين النواب ما شفناش حد طلع يعني قدر الثاني بكلمه، باسلوب، بموقف، باعتراف جديد على المجتمع. فيزعل من النائب الثاني انه خد شغله او سرق شغله، وخصوصا ان احنا للاسف الشديد احنا في دوله انقلب النائب من عمله الحقيقي اللي هو التشريع والرقابه الى الدور الخدمي. فالناس النهارده طول عمرها في مصر بتقدر النائب عن طريق خدماته لدايرته في بعض الاماكن. فاهل الاماكن دي او اهل القرى دي بيطلبوا من النائب، فبالتالي النواب والمرشحين حتى المنافسه. يعني اسمح لي انا بعد الخبره اللي عندي من خلال التواجد في وانا جاوب، بس السؤال ده انت يعني تعففك ما يخليكش تسالني السؤال ده. صعب قوي. انا عايز اسال سؤال، اسالك انا سؤال واسالني انت براحتك، بس سؤال مهم جدا. اتفضل. الناس، انا شايف ان الناس افتقدت للصدق المرشحين اكتر ما، والنواب اكتر ما افتقدت للخدمات. ليه؟ طب هم ليه الناس افتقدت للصدق؟ لان النواب او المرشحين بيجوا ايام الترشح زي الايام اللي احنا فيها دي ويوعدوا وعود مش في ايدهم. يعني يروح كل قريه ويوعد ان انا هعمل لكم، يقولوا له عايزين صرف صحي وعايزين ميه وعايزين مدرسه وعايزين هو كل طلباته مجابه. السؤال اللي هساله لك وتساله لكن السؤال ده مهم وتضيفه في اي مرشح تستضيفه او كده. هل احنا المرشحين دول نازلين مترشحين عشان خدمه الناس، ولا نازل عشان له مصالح شخصيه في الموضوع؟ المطلوب انا اجاوب عنها؟ لا انت ما تجاوبش عنها، سيبهم هم يجاوبوا. لا انا اسال سؤال بقى اصعب منه. اتفضل. حضرتك تسمع واحد ممكن يكون افكاره صعبه شويه وحقيقه وصادمه لناس كثيره ممكن تزعل، انا عارف ان انت تتحملني. هل النواب الموجودين او النواب من الدراسه ومن الخبره الفنيه التخصصيه في مجال دراستهم يقدروا قادرين على صياغه تشريع يليق بدوله بحجم مصر، دوله بتمر بظروف؟ نائب قادر على صياغه قانون يحفظ به مستقبل بلد زي مصر؟ هو بس المشكله انت اللي هتهرب مني. لا مش ههرب مني. مش هتعرف. هو النائب او المرشح هو مسموح له يعمل قانون او يشرع قانون او يقدم مشروع قانون؟ امال ايه؟ امال هو بيعمل ايه؟ بس انا ما كنتش نائب قبل كده والله. لا انا كنت نائب. القوانين للاسف الشديد في مصر الوزاره المختصه بمشروع القانون،
كويس. ومن حق اي نائب داخل المجلس انه يقدم مشروع موازي لمشروع اللي الحكومه متقدمه بيه. كويس. هنا دور النائب هنا. المفروض لو النائب فاهم يشارك، ولو مش فاهم، لو مش فاهم مش هيشارك طبعا. هو هل هو ده سؤالي بقى، هل هنا بقى، هل من نوابنا او من مرشحين اخواتنا، وده مش انتقاد من حقهم ولكن اعتراف بقدره كل واحد على امكانياته، عشان هنا احنا بنقول رساله الخبره او الدراسه هي اللي تحكم، الخبرات اللي تحكم، الدراسه هي اللي تحكم، القدره على فهم القوانين وصياغتها وتاهيل نفسك عشان تبقى مرشح نائب. احنا هنا محتاجين هي بس مش الخبرات العلميه. المرشحين 3 انواع. نوع اترشح لمجرد ان سمع ان في انتخابات مجلس الشعب وانا البلد دي بلدي، لكن هو عامل حسابه او درس بعد ما يبقى نائب هيعمل ايه، دي ما لسه ما خدش باله منه، وبالتالي بينجح. ده لو نجح ويبقى نائب الصدفه، وده على فكره بتحصل كتير بعد القاره في دوائر مصر كلها مش عندنا بس يعني. فده نوعيه اللي اسمه بنسميه نائب الصدفه. احنا فيه النوعيه الثانيه اللي مترشح. ما هو المذاع في الشارع او المعروف من زمان قوي ان عضو مجلس الشعب ده لما بينجح ده بياخد بقى فلوس من الدوله وياخد
اثنين انا واحد معايا، يعني المساله بسيطه خالص، هي محسومه خالص. انك لو ما عندكش امل انك تنجح يبقى بتكمل ليه يعني؟ لا لازم. فانا عندي امل ان شاء الله ان انجح، وانا وحتى لو ما قدرش المشوار واصل لخدمه الناس. الحمد لله انا حابب هذا العمل، انا حابه لمصلحتي، عشان ما اقولش انا حابه عشان انا حابب خدمه الناس. انا بنصح المواطنين البلائسه والمركز بالقاس والستهوني، لا جمصة هي تبع الستهوني، اي مرشح يجي يقول لك من اجلكم رشحت نفسي، اعرف انه كذاب، هو كذاب، واوعى تنتخب واحد كذاب. انا سعيد جدا بلقائك. انا اللي اسعد والله، واحنا طولنا بس على الناس شويه بس. سمعت كده ان انت محتاج مناظره كده وبتاع، سمعت انا كده. انا ناظر مواطن، مش ناظر تناظر مواطن مش مرشح، لان العمل بيني وبين المواطن مش المرشح. يعني انت محتاج مواطن تناظره في الشأن العام. طبعا، امال هنظره في لا، في الشأن العام الخاص بالدايره بتاعتنا. طبعا. هو العام كله ككل، يعني دي حاجه يعني بينتج عنها، واللي هو فايق راجل بلدياته، وده حقه عليه انه يناصره، بس هو مش بنصره في الحق، هو بنصره من منطلق بلديات، لكن بصرف النظر عن تقييمه لاداء اللي هو فايق كويس ولا وحش. هو الراجل ما قيمش، هو اخلاقياته العاليه جدا والاخلاص الشديد للبلد، وحاجات كتيره جدا. فايز زكي بالنسبه لي واحد من افضل الناس اللي شفتهم في حياتي. انا بقالي 5 سنين وللادب وللامانه الشديده جدا، راجل في منتهى الاحترام ومنتهى وعندي كمان خلافات مع اللي هو فايق، في امور كتيره بختلف مع اللي هو فايق طبعا، بس اختلاف شيء طبيعي، اختلاف صحي مش اختلاف. سعيد جدا بوجودك معايا، واتمنى انك تسمح لي ان يكون لنا جزء ثاني في مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وعاوز اقول للمشاهدين انا كنت سعيد جدا جدا مع حضراتكم، ولكن ليا كلمه بقول: ليس كل من تعلم الاحرف اتقن الكلام، فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم. عاوز اقول